هل يجوز في الحالة السورية خاصة أن يقوم شخص ما بتفجير نفسه ليستهدف تجمعا ما تابعا للنظام الجائر كما يقول، ولو نتج عنه خسائر في صفوف المدنيين؟ الأصل في هذه الأمور إنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي. عن الأصل الإنسان يقاتل فيقتل، إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى إنها في حاجة إلى هذا الأمر. إذا الجماعة رأت أنها في حاجة إلى من يفجر نفسه في الآخرين ويعني يكون هذا أمرا مطلوبا، وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة، وإذا استطاع أن ينجو بنفسه فليفعل، إنما لا يترك هذا للأفراد وحدهم. لكن أليس يعني لا رأي يجوز الجماعة للفرد إن يتصرف هذا، أنا أروح أفجر نفسي، لا، أنت ما تتصرفش لوحدك، لازم تتصرف في حدود ما تريده الجماعة، تسلم نفسك للجماعة. الجماعة هي التي تصرف الأفراد حسب حاجاتها وحسب المطالب، إنما لا يتصرف الأفراد وحدهم. هذا هو المطلوب في هذه القضية. قرار الجماعة